عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنحلب معاكم البقرة ان شاء الله باذن الله. كل اللي يسمع معنا الفيديو ما ينسناش في اللايك والاشتراك في القناة، ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسناش في اللايك الحلو منك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في مواشي مش ما تحن غير لما تحط لها مثلا شويه ربيع او شويه جراو او شويه قلوح، اي حاجه عندك مش ما ترضى تحن غير لما نحط لها نعلفها، يعني عارفه عندك تبن تحطي لها عندك جراو عشان تقف يعني. ولما تيجي احنا قبل ما نحلب، لما الجله اللي تحتيها كلها دي هنا هنحنن البقره، بعد كده اياه نحلبها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنحنن معانا البقرة زي ما انتم شايفين كده. مش كل السعي يتعامل معاه بالقسوة، في سعي اول ما تتعامل معاه بالحنية كده يحن ويحلب. وكمان لازم تبقى حاطه لها حاجة يعني تحن عليها، يعني علفة او اكلة او اي حاجة علشان تقف. وفي مواشي او بقر يعني بيحن على على اولاده. لو يعني تحلبيه وتسيبي بيته يتحنن. واحنا كده بنحننها كده، بتحسسها بالامان يعني، لان هي ما حدش ما يدخل يحلبها غيرها هي، فهي ما تعرف مين ما يدخلها يعني. هي في الحركات دي ما حدش ما يعرف يعملها غيرها هي يعني، عشان فهي ما تحلبها هي يعني. هي بتحسسها ان هي انا، ايوه انا اللي كنت بحلبك على طول. بسم الله، تسمي بسم الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، وتحطوا لنا كومنت حلو منكم كده يشجعنا. محلبه من الفجر ومحلوبه من الفجر، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم علشان ربنا يكرمنا كده ونحلب. طبعا دي البقره دي بنحلبها. الضره بتاعتها يعني هي طويله شويه زي ضره الجاموس، في مبة صغير عن كده شويه تحلبها ضفاري. لو ما عرفتيش يعني تحلبها بالجباط تحلبها ضفاري كده. الضفاري ده اللي هو على صبعان بس زي ما انتوا شايفين كده، ده الحليب الضفاري وده الجباط. تمسكي بايدك الاتنين كده وتحلبي. لو انت اول مره تدخل يعني للبقرة علشان تحلبيها، يعني اللي تلقيه اسهل معاكي هتحلبي بيها. لو الضره بتاعتها صغيره شويه هتحلبها ضفاري بالشكل ده. بس هي يعني تشد حالك شويه عشان تقدر تجيب اللبن من جوه. ولو انت يعني تقدر تحلبها ضفاري احلبيها، تقدر تحلبها قباض احلبيها. ده قباض، ده تحلبها قباض اللي هو تمسكي بايدك الاتنين كده وتروح حلبها. في ناس بتحلب زي ما انا كنت بحلب البقره بتاعتنا، الضرتين البيزتين اللي من بره دول مع بعض، وفي ناس بتحلب الاتنين الورانيين مع بعض والاتنين القدامين مع بعض. كل بقره على حسب يعني ما ولفتيها. احنا بقرتنا مش هم اقدر احلب الاتنين القدامين لما ولفت، احلب الاتنين اللي في الجنب في الاول، بعد كده احلب الاتنين اللي في الجنب التاني، يعني كل جنب بحلبه مع بعضين. اما ده بتحلب الاتنين اللي ورا مع بعض والاتنين اللي قدام مع بعض، كل واحده على حسب ما ولفتيها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. وزي ما انتم شايفين كده ربنا يزيد ويبارك. بس حطينا دلها فوقينا يعني زي الفلوم كده. حاطه لها قلبت ديلها زي ما انتم شايفين كده عليها. الأستاذ إبراهيم طلب منا هي العلامات اللي هي بتبان على البقرة، لو هي مثلا هي لو يعني لو طلبت العشر أو صارف. في مواشي اللي هي بتبقى تعيط يعني عياط غير المعتاد، غير اللي هو تعيط كل يوم. ده طبعا تعرفها ان هي مش طبيعيه. وفي مواشي ما ترضاش تاكل، تقطع الاكل يعني في البهيمه اللي جارها. وفي مواشي مثلا هي بتبقى تفط مثلا على المواشي اللي جنبيها او على الطواله اللي قدامها، ما يقدرش يخشوا يحلبوها، ما يقدرش يخشوا يحلبوها، يعني هي تبقى شقيه. دي العلامات اللي هي بتبان عليها لو هي يعني طلبت العشر. اما فرزات لما تبان، في برضو فرزات تبان عليها. وفي اللهم صل على النبي. في مواشي يعني وانت ماشيه
تبقى ماشيه جنب مواشي تاني، فتبقى هي زي ما انت يعني تعرق معاها كده، تبقى متهرق في الحوش، مش واقفه طبيعيه يعني، مش طبيعيه. وتبقى كمان معدي عليها يعني هي بعد الولاده مثلا 40 يوم، علشان هي يعني تبان عليها العلامات دي. وفي مواشي مش بتبان عليها العلامات دي غير حاجه بسيطه كده وتعدي على طول. فطبعا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. في برضو يعني مواشي بتطلب العشر كذا مرة، دي ممكن يبقى عندها ديدان. الديدان دي يا اما تخليها تطلب العشر كذا مرة، وهي ممكن يعني انت توديها عند الدكتور تبقى عشر، بس هي يعني هي الديدان عاملة معاها كده. وبرضو الديدان برضو بتعمل لها هي تاني، اللهم صل على النبي، بتخليها برضو هي يعني برضو في سعي ما يعني ما تطلبش العشر خالص، برضو ده برضو يبقى عنده ديدان، فبيودوها عند الدكتور بيديها جرعة ديدان. وبعد كده ايه يعني بعد كده هوت يعني توديها عند العجل وربنا يكرمها. في برضو مواشي في حجن يعني، في ناس التلجيم، في ناس احنا هنا بنقول في ناس بتقول على تلجيم، وفي ناس بتقول على غسيل، وفي ناس بتقول على غسيل. لا، وبعد ما تفوت جرعة الغسيل ب20 الغسيل ده ليه؟ ده لو البقرة طلع عندها التهابات في الرحم اما يدوها او سخونه. انا سمعت دكتور يعني على النت بيقول اللي هي تبقى عندها التهابات على الرحم، فما يدوها حقنه. احنا ما حافظين الحاجات، حقنه مطهره، حقنه يعني ما تطهر الرحم من الالتهابات او من 20 يوم، وبعد كده يلقموها هي تروح لمؤاخذة عند العجول. في يعني زي ما انتوا كده سمعتوا، قالت ما تقول لكم يعني بيبقى في اسمها تلجيم، يعني يلقموها بعد 20 يوم تفوت عليها. لو في بتاع البيطري ده حاجات يعني يعرفوها الدكاتره البيطريين، لكن احنا اللي نعرف الحاجات اللي احنا نعرفها ان احنا يعني لو بنت عليها علامات اللي هي عشان تعشر يعني، اللي هي الشقاوة، تهرق، تعيط، حاجات. ولو برضو اديتها يعني هتكسر فيه، لو اديتها علاج اللي هو يخليها يعني مثلا تطلب العشر او كده، ممكن يأثر برضو على اللبن، عشان تيجي تلبس بيأثر على اللبن. احنا كده خلصنا الحليب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارجو منكم ان انا ما اكونش قصرت معاكم في حاجة وكده، كل اللي ما تطلبوه مني ما احاول ان انا انزله لكم. وانتم ما تقصروش معانا في اللايكات وفي المشاهدات، شاهدوا الفيديو لحد الاخر، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل